في حاجة انت مش واخد بالك منها طول عمرك، ان كلام الناس مش هينفعك حتى لو كانوا بيشكروا فيك او بيعيبوا عليك. عايز تفهم ازاي؟ افهمك ازاي. بس الاول نبدأ بدعوة حلوة في اخواتنا في فلسطين، وفضي لي دماغك واشرب لاخر بق في كوباية القهوة واصحى للكلام. ازاي يعني كلام الناس مش هينفعنا حتى لو كانوا بيشكروا فيا او كانوا بيعيبوا عليا؟ خلينا بس نبدا كده باول حاجه، ان في ايه نزلت في القران بتقول: بل الانسان على نفسه بصيره. يعني مدح المادحين مش هينفعك لو هم كانوا بيمدحوا فيك ولا بيشكروا فيك على حاجه موجوده فيك وهي اصلا في الاساس مش موجوده فيك. ولا قدح القادحين مش هيضرك كان مثلا بيضروك بحاجة كانت موجودة فيك وهي أصلا في الأساس مش موجودة فيك. فمن خلاصة الكلام، لو أنت بني آدم صالح بتعامل الناس باحترام وتقدير بكل محبة وبكل خوف وبكل الصفات الجميلة الموجودة في الدنيا، هتلاقي برضو اللي بيحبك واللي بيكرهك واللي خايف عليك واللي بيكره الوقت اللي أنت موجود فيه. ومهما إن أنت كنت بني آدم وحش وسيء وفيك كل الصفات الرذيلة اللي موجودة في الدنيا، هتلاقي برضو اللي يحبك واللي يكرهك. إحنا لو نرجع بشريط عقلنا لأيام زمان، هنلاقي ان فرعون ونمرود كان في ناس برضه بتحبهم وشغال عندهم وبتخلص ليهم ومعاملهم كانهم اله ليهم، وفعلا ده حصل. خلينا بس عارفين ومتأكدين ان راحة البال رزق كبير من عند ربنا، بس احنا برضو مخلوقين في الدنيا دي اسباب، ولينا برضو كامل الحرية ان احنا نتحكم في حياتنا دي. فانت علشان تبدأ تعيش في راحة بال وتعيش في هدوء، تكبر دماغك من كلام الناس حتى لو كانوا بيشكروا فيك او بيعيبوا فيك. فانت ما تسمعش لكلام الناس، كلام الناس ولا بيقدم ولا بيأخر، انت تاخد الكلمتين من هنا تطلعهم من هنا علشان مش هينفعوك، تفضل ماشي على في حياتك على زي ما بيقول لك قلبك وعقلك، وتفضل باصص على حلمك وملكش دعوه بالناس اللي حواليك. الناس اللي حواليك مش هينفعوك ولا هيضروك، يدوبك عباره عن زينه بس حواليك. ممكن كلام الناس ينفعك ويحقق لك حلمك، ده لو كانوا الناس بيشكروا فيك، ممكن كلام الناس يضرك ويخليك تدمر حلمك، ده لو كان كلام الناس بيحبطك، وده كتير جدا في الايام دي. صوابعك مش زي بعضيها، فانت لازم تكبر دماغك من كلام الناس. كلام الناس ولا ينفع ولا يقدم ولا يأخر. وخليك مركز مع نفسك وشوف نفسك بتطلب ايه، وشوف انت عايز تبقى ايه، وشوف انت بتحلم بايه، وحقق اللي انت نفسك فيه. وكبر نفسك وكبر دماغك من كلام الناس ومن كل اي حاجه من تخص الناس. خليك مركز مع نفسك وشوف انت عايز تبقى ايه، ولما توصل ولما تحقق كل اللي انت نفسك فيه، بعدين شوف الناس تطلب ايه. خلصت الكلام، عايز اقول لك طور من نفسك واستمر في تحقيق حلمك، واستمر على كفاحك. الناس في كفاحك هيتريقوا عليك ويفضلوا يحقدوا فيك علشان شايفينك انك انت بتحلم بحاجة استحالة ان هي تتحقق، بس لما تيجي توصل وتنجح ساعتها الناس هيحلفوا ان هم كانوا يعرفوك ويقولوا ده كان زمان صاحبنا، ده كان زمان بيقعد معانا، ده كان زمان ويقعدوا يقفلوا 100,000 حكاية بإنه ياخدوا شخصيتك انت الناجحة يحطوها في حياتهم هم علشان يكبروا من نفسهم في وسط الناس، تكون انت البيزنس بتاعهم في حياتهم علشان تكبر من حياتهم وتخليهم ناس بروفيشنال في الحياة كده. فانت لما تيجي توصل ساعتها انت هتتحكم في الناس، يقولك في الوقت اللي تحب ويمشوا في الوقت اللي تحب. فانت اوصل وحقق حلمك، ولو كان حلمك مستحيل اصنع انت الاعجاز الوحيد في الدنيا بتاعتنا دي علشان تحقق حلمك. ومفيش حاجة مستحيلة عن قدرة ربنا. ولو محتوى عجبك ما تنساش الفولو.